هل تعلم أن بعض الأطعمة التي نتناولها كل يوم يمكن أن تكون قاتلة لهرمون التستوستيرون؟ يعتبر هرمون التستوستيرون الهرمون الذكري الرئيسي، لكن جسم المرأة ينتجه أيضاً بكميات أقل. هذا الهرمون ضروري جداً لأشياء مثل بناء العضلات وتقوية العظام وتحسين الذاكرة والمزاج وحتى الرغبة الجنسية. الآن من المثير للاهتمام أن نعرف أنه كما يمكن لبعض الأطعمة مثل المحار والرمان والزنجبيل أن تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون، هناك أيضاً عدد من الأطعمة التي تفعل العكس تماماً وتمنع الإنتاج السليم لهذا الهرمون. إذا كنت تتناول هذه الأطعمة بشكل مستمر فإنها ستعمل على خفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك تدريجياً، وهذا الأمر يسبب الكثير من الأعراض الجانبية مثل انخفاض حجم العضلات، الأرق، الاكتئاب، زيادة دهون الجسم، وتراجع الرغبة الجنسية. لهذا السبب في هذا الفيديو سأقدم لكم 7 أطعمة مدعومة بالدراسات العلمية تؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون. فابقوا معي حتى نهاية الفيديو، لأن من الممكن أن تكون هذه الأطعمة هي سبب الكثير من مشاكلكم. مرحبا، أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. أنا أفشاري، خريج تخصص التخدير وباحث في مجال التغذية ونمط الحياة الصحية. سأكون ممتناً إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وتشاركوه مع أحبائكم، واكتبوا لي الرقم 20 في التعليقات. أولاً دعونا نبدأ ببذور الكتان. صحيح أن بذور الكتان غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وحتى لها خصائص مضادة للسرطان، لكن هناك نقطة مهمة في هذا الموضوع. بذور الكتان تحتوي على كمية من الليغنان تتراوح بين 750 إلى 800 ضعف ما يوجد في الحبوب، الفواكه، الخضروات والبقوليات. الليغنان هو مركب يمكن أن يسبب مشكلتين. أولاً يؤدي إلى زيادة هرمون الأنوثة أي الإستروجين. ثانياً يرفع مستوى بروتين يسمى SHBG أو ما يعرف بالجلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية يرتفع. هذا البروتين يلتصق بالتستوستيرون الحر ويجعله غير نشط، وبالتالي ما يستطيع الجسم استخدامه في الوظائف المهمة. وهذا الأمر ليس مجرد كلام، بل تم إثباته في الأبحاث العلمية أيضاً. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات أدى تناول ملعقتين كبيرتين فقط من بذور الكتان يومياً لمدة شهر إلى انخفاض مستوى التستوستيرون لدى 40 رجلاً بحوالي 10%. وفي دراسة أخرى تناولت سيدة كانت تعاني من ارتفاع التستوستيرون ونمو مفرط لشعر الوجه 30 غراماً من بذور الكتان يومياً لمدة 4 أشهر، وكانت النتيجة أن التستوستيرون الكلي في دمها انخفض بنسبة 70%، والحر انخفض تقريباً 80%. حتى أن دراسة أخرى أظهرت أن تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يومياً يمكن أن يقلل التستوستيرون الكلي لدى الرجال حتى 15%، والتستوستيرون الحر حتى 20%. بالطبع هناك نقطة إيجابية أيضاً، وهي أن بذور الكتان تعتبر مصدراً جيداً جداً لأوميغا 3، وأوميغا 3 نفسه يمكن أن يساهم في زيادة التستوستيرون. لكن إذا كان هدفك هو الحفاظ على مستوى هذا الهرمون مرتفعاً، فمن الأفضل أن تحصل على أوميغا 3 من مصادر أخرى مثل سمك السلمون أو السردين أو الجوز، لأن هذه الأسماك كما تعلمون باهظة الثمن ويصعب العثور عليها. يمكنك بدلاً من ذلك استخدام مكملات أوميغا 3 لتلبية احتياجات جسمك. والآن دعونا ننتقل إلى المجموعة التالية، وهي الزيوت النباتية المكررة. هذه هي نفس الزيوت التي يستخدمها الكثيرون في الطهي اليومي، مثل زيت الصويا، زيت الذرة، زيت دوار الشمس أو حتى المارغرين. هذه الزيوت مليئة بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ومشكلتها أنها تخل بتوازن أوميغا 3 وأوميغا 6 في الجسم. الاستهلاك المفرط لأوميغا 6 يسبب الالتهاب، وهذا الالتهاب يمكن أن يخفض مستوى التستوستيرون. في الواقع معظم الناس يستهلكون أوميغا 6 بكميات كبيرة جدا،
وأوميغا 3 بكميات قليلة جدا. هذا الخلل لا يزيد فقط من التهابات الجسم، بل يرفع أيضا احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة، وفي النهاية يؤثر سلبا على الهرمونات وخاصة التستوستيرون. أظهرت إحدى الدراسات أن استهلاك المزيد من الدهون بشكل عام يمكن أن يزيد من هرمون التستوستيرون، ولكن عندما نظروا عن كثب وجدوا أن هذا ينطبق فقط على الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وحتى صفار البيض. لكن الدهون المتعددة غير المشبعة مثل تلك الزيوت النباتية الصناعية أي زيت الصويا، الذرة والكانولا لها تأثير معاكس وتؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون. حسناً، إذا كنت تبحث عن زيت نباتي أكثر صحة للحفاظ على مستوى التستوستيرون، فأفضل خيار هو زيت الزيتون، زيت الأفوكادو أو زيت جوز الهند. قبل أن تتابع مشاهدة الفيديو، إذا كنت مهتماً بهذا النوع من فيديوهات الصحة، سأكون ممتناً لو قمت بالاشتراك في قناة دكتور بيس وضغطت على الجرس ليصلك إشعار فور نشر فيديوهات جديدة. والآن لننتقل إلى النقطة التالية. النعناع. صحيح أن النعناع له العديد من الفوائد ومفيد لكثير من المشاكل، لكن عندما يتعلق الأمر بمستوى التستوستيرون فالأمر يختلف. الدراسات التي أجريت على الفئران وحتى بعض الدراسات الصغيرة أظهرت أن النعناع يمكن أن يخفض مستوى التستوستيرون. في إحدى الدراسات تم تقسيم الفئران إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى شربت الماء العادي فقط، المجموعة الثانية تناولت يوميا 20 غراما من شاي النعناع الفلفلي، المجموعة الثالثة 20 غراما من شاي النعناع العادي، والمجموعة الرابعة 40 غراما من شاي النعناع. النتائج كانت مثيرة للاهتمام. المجموعة الثانية شهدت انخفاضا في التستوستيرون بنسبة حوالي 25%، المجموعة الثالثة بنسبة 50%، والمجموعة الرابعة بنسبة تقارب 75%. هذا يظهر أن تناول النعناع على شكل شاي يؤثر سلبا على التستوستيرون أكثر بكثير من النعناع الفلفلي. دراسة أخرى أيضا أكدت أن استهلاك النعناع يؤدي إلى انخفاض التستوستيرون في الفئران. من المحتمل أن السبب هو أن النعناع يسبب إجهادا تأكسيديا في منطقة الوطاء الهيبوثالاموس في الدماغ، وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاج التستوستيرون في الخصيتين. بالطبع لم تجرى بعد دراسات واسعة النطاق حول هذا الموضوع لدى الرجال. مع ذلك أظهرت دراسة أجريت على 42 امرأة كان لديهن مستويات عالية من هرمون الأندروجين ويعانين من نمو الشعر الزائد في الوجه، أنه عندما تناولن شاي النعناع 2 مرات يوميا لمدة 30 يوما انخفضت لديهن مستويات التستوستيرون الكلي والحر بشكل ملحوظ. لذا يمكن القول إنه لا ينبغي الإفراط في استهلاك النعناع. النقطة التالية هي الكحول. الكحول يؤثر بشكل كبير وسلبي على هرمون التستوستيرون. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن انخفاض التستوستيرون يعتمد على كمية الكحول المستهلكة، أي أنه كلما شربت أكثر انخفض مستوى التستوستيرون أكثر. وقد أثبتت الأبحاث التي أجريت على البشر نفس الأمر أيضا. حتى تناول كمية قليلة من الكحول مثل كأسين من النبيذ الأحمر يمكن أن يخفض التستوستيرون بنسبة تصل إلى 7%. لذا من الأفضل تجنب المشروبات الكحولية قدر الإمكان، لأنها تضر فعلا بهرمونات الجسم. والآن نصل إلى العرقسوس. هذه النبتة لها طعم خاص ولها فوائد في مشاكل مثل التئام الجروح، تقوية جهاز المناعة أو تقليل الالتهاب. ولكن هناك أيضا مشكلة كبيرة. هناك مركب يسمى حمض الجلسرين الذي يعطيه طعما حلوا مميزا، ولهذا السبب طعم عرق السوس حلوا جدا. المشكلة هي أن هذا المركب يثبط نشاط الإنزيم اللازم لإنتاج هرمون التستوستيرون، مما يسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وقد تم إثبات هذا التأثير ليس فقط في الحيوانات،
بل وفي البشر أيضا. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات تم إعطاء الرجال 7 غرامات من عرق السوس يوميا على شكل حلوى، وكان كل منها يحتوي على نصف غرام من حمض الجلسرين. فقط بعد 4 أيام انخفضت مستويات التستوستيرون لديهم بشكل ملحوظ. الطعام التالي هو الصويا. رغم أن الصويا مليء بالفوائد، إلا أنه يؤثر سلبا على الهرمونات الذكورية، والسبب في ذلك أن الصويا غني بالإيزوفلافونات. هذه المركبات تعمل مثل الإستروجين النباتي وترتبط بمستقبلات الإستروجين. عندما يحدث ذلك، لا يستطيع التستوستيرون الارتباط بمستقبلات الأندروجين، وعمليا تتعطل وظيفته. من ناحية أخرى، يمكن أن تقلل الصويا أيضا من امتصاص اليود في الغدة الدرقية، وعندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح ينخفض إنتاج التستوستيرون أيضا. أما من ناحية الدهون، فمعظم بذور الصويا تتكون من أحماض دهنية متعددة غير مشبعة. هذه الأنواع من الدهون كما ذكرنا سابقا تزيد من الالتهاب، وفي النهاية تؤثر سلبا على التستوستيرون. بالطبع هناك تحليل تلوي كبير نشر في مجلة العقم والخصوبة ذكر أن الصويا بشكل عام لا يقلل التستوستيرون، لكن العديد من الدراسات الفردية أظهرت تأثيره السلبي. لذلك من الأفضل تقليل استهلاك الصويا ومنتجات مثل حليب الصويا أو حبوب الصويا حتى تكون مطمئنا من ناحية التستوستيرون. آخر نقطة هي الدهون المتحولة. من المحتمل أنك تعلم بالفعل أن هذا النوع من الدهون ضار بصحة الجسم بشكل عام، لكن ما يقال بشكل أقل هو أن لها تأثيرا سيئا جدا على التستوستيرون أيضا. القصة بدأت في عام 1901 عندما تمكن كيميائي من إنتاج زيت رخيص الثمن من خلال عملية الهدرجة، بحيث يبقى صلبا في درجة حرارة الغرفة. كان هذا أمرا رائعا للمصنعين لأنه كان يحقق لهم أرباحا كبيرة، لكن المشكلة كانت أن هذه العملية أدت إلى إنتاج الدهون المتحولة. الدهون المتحولة تسبب التهابات جهازية في الجسم، وهناك علاقة مباشرة بين الالتهاب وانخفاض هرمون التستوستيرون. لهذا السبب لا ينصح بتناولها على الإطلاق. ولحسن الحظ تم حظر إنتاج الدهون المتحولة منذ عام 2018، ومع ذلك لا تزال توجد في بعض المنتجات الغذائية مثل السمن النباتي والكيك والبسكويت. لذلك فمن الأفضل تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان. شكرا جزيلا لك على البقاء معي حتى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو مفيدا لك. من فضلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لدعمي. شاهدوا أيضا هذه الفيديوهات التي تقترح عليكم في نهاية الفيديو، فهي تقدم لكم الكثير من المعلومات الطبية الحديثة. قدروا صحتكم واعتنوا بأنفسكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. في أمان الله.